بن الحسين المفدى من قانون للأحزاب إلى قانون اللامركزية والبلديات إلى قانون الانتصاب. هذه القوانين العصرية التي كانت نتيجة إلى هذا الإصلاح وجاءت مشاركتنا إيمانا بالحس الوطني وحب الوطن والقيادة الهاشمية لنكون ممن يدعم هذه المسيرة المباركة ونسير في ركب الإصلاح الذي أراده مليكنا المفدى. الأخوة الحضور، لم يكن في يوم هدفنا أو غايتنا المناصب أو الجاه أو المال، وإنما هي خدمة الوطن والقائد والأهل والعزوة. فسخرنا الله عز وجل لنكون خداما لكم جميعا. غايتنا وهدفنا الذي نسعى إليه ونسعى من أجله هو خدمتكم والدفع بعجلة التقدم والازدهار بهذا الوطن الذي نفديه بالمهج والأرواح. وقد ترجمنا هذا على أرض الواقع. الضيوف الكرام، هذه التجربة الثانية لنا في هذه البلدة الغالية علينا جميعا في الانتخابات البرلمانية، وكنا دوما معكم في هذه المحافظة الأبية، فكونوا معنا هذه المرة، وسوف يكون هذه المواقف تكون هذه المواقف دين في أعناقنا ما حيينا. فاليوم لنا بإذن الله، وسوف نكون لكم في المستقبل، وسوف نكون عند حسن ظنكم إن شاء الله. الأهل والعزوة، أهالي بلدتي الحبيبة، هذه فرصتكم ولا نراهن عليها. هذه فرصتكم ولا نراهن عليها، ولا نراهن على أي فرد فيكم. فالتجارب السابقة هي أكبر برهان وأكبر دليل. فكونوا كما قال رسولنا الكريم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. صدق رسولنا الكريم. فهذه المرحلة تحتاج إلى الرجال، وأنتم منهم. هممكم عالية وجباهكم مرفوعة بإذن الله، والنجاح حليفكم إن شاء الله. وأخيرا نسأل الله العلي القدير أن يديم نعمة الأمن والأمان على هذا الوطن في ظل راعي الركب والمسيرة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه. وما توفيقي واعتمادي وتوكلي إلا على الله، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقوفي في هذا المكان على رغم الألم والتعب إلا لأقدم خدمة لمرشح الإجماع الدكتور خالد أحمد الشول، ليقوم هو بدوره بخدمة الوطن الغالي والمواطن من تحت قبة البرلمان بدعمكم وصوتكم الصادق. لم آتي هنا من أجل أن ألقي قنبلة صوتية في الحضور وأبادر كمن يأكلون على جميع الموائد في هذا العرس الديمقراطي،
ليبقى في الواجهة كلاما ليبقى في الواجهة كلاما ولا يعطي صوتا، ولكن من أجل أن أشارك في بناء القاعدة